عليكم. اليوم كنقترح لكم في غضون الاكلات ديال افطار رمضان او العشاء الصيف، كنقترح لكم الدجاج في الفران طريقه جديده. اللي كتحتاجي في المقادير: الدجاج، الكميه ديال الافراد اللي عندك، كتحيدي الجلده من الافضل، سلاوي مقطع قطع صغيره، الكمون، الكونسونطري ديال المطيشه المركزه شي معلقه كبيره منها، معلقه ونص، رشه ديال الملح، الابزار وسكنجبير، الزنجلان اولا ما يعرف بالسمسم، هنا رشه ديال القرفه ومعلقه ديال السنيده، الثومه وضمه ديال زعفران الحر، البصل مقطع الى قطع صغيره، كتحتاجي هنا كميه كبيره من البصل، الزبيب نقولوا كاس، وزيت الزيتون وعصير نص حامضه. بسم الله على بركه الله نبدا. كتضيف البلاطو ديال الفوغ ديالك اولا البايركس اللي عندك اللي غادي يدخل الفران، لاطه ديال الفران، زيت البلديه، من موراها كنحطوا البصله. هاد الوصفه كتبغي كميه كثيره من البصله. كنستفوا الدجاج، من بعد كندوزو للسلاوي. كاين النوع ديال الخضره اللي ما تيتكالش نورمالمون، هذه طريقه جديده باش الوليدات والناس اللي ما تيبغيو التجديد، ما تيبغيوش السلاوي، ان غادي ياكلوها لان غتجيهم شي حاجه الطيبه ديالها حلوه وشي حاجه اللي زوينه. كنبداو في التتبيله، كنديروا الكمون، كنديروا السكر والقرفه، رشه ديال الملحه، من بعد ندعكو هادشي بيدينا، الابزار وسكنجبير ودامه ديال الزعفران، كنديروا 3 دريوس ديال الثومه. انا كنفضل في هذا رمضان اولا في اي اكله الناس اللي ما تيبغيوش الثومه ديما يخليوها هكا، كتعطي هذيك الطيبه ديالها بلا ما كيجيش مجهد. من بعد غادي نعصروا نص عصير حامضه، غنخلطوا هادشي مع بعضياتو، من بعد نزيدوا الزبيب والزنجلان. من بعد ما خلطنا هذوك العطريه كامله، خصها تجي في الخضره كامله، في السلاوي وفي البصيله، وندعكوا هذاك الدجاج بيدينا باش تجي الريحه والطيبه ديال العطريه. نزيدوا الزبيب. ثقوا بيا، هاد الماكله مقويه وفيها البروتين وكل شيء زوين فيها، ماشي حاده في الاكل، يعني ماشي حاره ماشي. كنزيدوا الزنجلان، هادشي كامل كيطيبوا مع بعضياتهم. كنمرقوها بنص كاس ديال الماء، اولا كنغطيها في الاول، كنغطيها في الفران وكنخليها حتى كيطلع مع داك الصهد وكتطلق الماء ديالها باش ما تحرقليش من الفوق. عاد باش كندير لها نص كاس ديال الماء، ومن بعد نعريها باش تكراتينا من الفوق تحمر لي. نتلاقاو منين طيب الوجبه ديالنا. سنيتنا من بعد ما خرجناها في الفران كتجي في هذا الشكل، كتكراتينا واحد شويه من الفوق، تحمر شي شويه. اللي هي كانت الدجاج، وصفه اليوم كانت الدجاج بالزبيب والزنجلان والسلاوي. كنتمنى من الله انكم تجربوها. كنضرب لكم موعد ان شاء الله لوصفه جديده ومميزه ولما لا. وشكرا على المتابعه وبصحه وراحه.